السلامة ومرحبا بيكم. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير يا ربي. نبداو فيديونا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ألف ولا يزيه. أي سيدي جيتكم اليوم بوصفة باش نحكي لكم وش باش نوصف لكم بنة عالمية وخفة وحاجة بروفيسيونيل، حاجة هكا مذخمة، فهمتوني؟ مش الكيك اللي نشريوه من الباتيسوري كله يجيلك كتقوش عليك تاكل في كعبة إيبانج. لا 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 لا، هذه حاجة روعة هذه. أي سيدي جينا باش نعملوا مع بعضنا الكيك متاع السيترون، كيك متاع قارص. باش تاخذوا كعيبة قارص من دوني هاكم تراو فيها تغزر لكم حار عظام وواحدة سكر فاني و150 جرام سكر. انتي شتشد البول متاعك تحط فيها حار عظام، تحط فيها كعبة السكر فاني. كانك انتي مهووسة برشا من ريحة العظام تزيد كعبة اخرى سكر فاني. اما هو راو زيست دو سيترون والعصير متاع سيترون ديجا باش يوفي ويززي على ريحة العظام. مش باش تلقى فيها الكيك ريحة العظام جملة، بالعكس باش تلقاها فايحة تعمل 66 كيف. حطيتش لهنايا حارة العظام وسكر فاني و150 جرام سكر. شنزيد معاهم تو شنقص؟ ريتني خلطتهم برك. شنقص ونحط معاهم الزيست متاع القارصة الكلي. ريتوها القارصة كعبة القارص ريتو كبرها قد يدي الكلي، هذيك الزيست متاعها يتحط في وسط العظام باش يتركض مع العظام والسكر ويزيد يسيب الجو اللي فيه، باش تجيكم كعبة الكيك فايحة تعمل 66 كيف. نودكم ولا نشهيكم الحاسيل ونكمل طويقة نركض العظام متاعي حتى لين نحس بيه اللي الحجم متاعو ما نقولكش تضاعف كيما باش نعمل جنواز، اما الحجم متاعو كثر على اللي انتي صبيته من الاول وزيد يبياض. رجع ماما غادي اي رجع بعد تنممو مع بعضنا نركضوه هيك العظام حتى لين يتبدل لونه يبياض. وبعد تنقول لكم شنو باش نزيدو. شنو احوالكم يا جماعه؟ هبطت لكم فيديو قصير البارح في الليل وعجبكم، وان شاء الله يا ربي ما عادش نغيب عليكم، خاطر انا بيدي كي قعد عليا الفقت كيما قلت لكم ما قريتش كومنتيرات وكلي فهمت فماش برشا، مش كيما واحد يهبط فيديو جديد فهمتوا كلي بصراحه والله خليتوا عليا بلاصه. ان شاء الله ربي يفرحكم الناس الكل ويرحم والديكم. انا ما ندعي كان يرحم والديكم خاطر رحمة الوالدين ما كيفهاش دعوة. لهنا يا بياض الخليط متاعي بالقدا هز الكلهم كيف. وباش ناخذ القارصة باش نعصرها الكل كيف باش ناخذ منها العصير متاعها. هذاك الشطر الاول عصرته وهذا الشطر الثاني. ردوا بالكم طيحوا قلب. ها ايه به انا عندي هذيك تهبلك اللي نعصر بها. وريتو لهنا قبل ما نحط الزيت والحليب حطيت القارص خاطر القارص باش يعطي قوام للعظام مختلف. لهنا خذيت الزيت باش نحط 120 ملي زيت 120 ملي زيت. ركزوا معايا اللي ما عندوش ياغورتا فارغة يكيل بيها. وش نحطو زادة 120 ملي حليب 120 ملي حليب. وباش ناخو كعبة خميرة متاع جاتو. خميرة الجاتو هذية راي فيها 14 جرام ولا 15 نسيت. والخميرة الأخرى الفانواز وسمارت شيف تلقاو فيها 10. على هيك كي باش تعملوا بالفانواز وإلا سمارت شيف باش تحطوا باكو خميرة وشوية في طرطوشة المغرفة، معناها باكو وشوية. وباش نجيو طويقة للإتاب متاع الفارينة. راني الفارينة ما نوزنش، هو نورمالمون في الكيك متاع السيترون باش تحط ما بين 300 و 280 جرام فارينة. اما انا الحق متاع ربي نحط الفارينة ونبدا نشوف نعرف التكستور متاع كعبة الكيك بالقدا. ديجا تنوريكم بالقدا تفهموني فاش نحكي لكم. لهنا شفت لها التكستور متاعها لقيتها مازالت جارية شوية، دونك شوش نعمل نزيدها الفارينة. انا راني هكيك نخدم الكيك عيني ميزاني. اما راو باش تحطوا ما بين 280 و 300 جرام. انتم كان باش توزنوا 280 تحطوها تلقاو الخليط متاعكم مازال جاري شويه تزيدوا 20 جرام تاع الفارينه اللي هي تجي حبر مغرفه.
ديجا انا باش نوريكم بالكدا التكستور متاع الخليط، تو تفهموني فاش نحكي لكم. باش نعملها انا في المول متاع الكيك اللي بالطول اما الومنيوم مش البلار صغير اللي عندي بتاع كعبتين عظام. تنجموا كان عندكم المول البلار تاع الكيك تنجموا تعملوا كعبتين عظام، واحدة سكر فاني، كل شيء تقسموه على 2 إلا السكر فاني بالطبيعة. حتى الخميرة تنجموا تحطوا باكو كامل مع الكعبتين عظام. به لهنا هكا قاعدة نوري فيكم في التكستور بالكدا وديجا باش نقرب لكم بعد للكاميرا ونوريكم كيفاش القوام الاخراني متاع الخليط متاع الكيك. انا مازلت لهنا نزيد في الفارينة، اما راني متاكده من الميزان اللي عطيته لكم. راهو الفارينه باش تستعملوا بين 280 و 300 غرام. اللي ما يحبش يقعد يقلق في روحه هاو تكستور هاو درا شنو، حط 300 غرام وحط ال 15 غرام خميره متاع جاتو وتفكرني امورك مريقله. لا تقعد تزيد هاو زيد الدقيق زيد الماء ولا شنية هي، زيد الماء زيد الدقيق هي بيدها. فهمتوا؟ اعملوا 300 غرام فارينه وأعملوا 15 غرام خميرة. هذاك المول اللي باش نخدم فيه أنا الكيك. ديجا هاكم باش تشوفوا طويق القوام أغسلوا تراو فيه أو كي أنتي تهز وتهبط يقعد ظهر شوية وبعد ما عادش تراه. شفتوا أموره مريقلة. كل اللي زيست متاع السيترون في وسطه ما ظهروا لكمش بحليه المنظر. نورمالمون هذاك المول اللي باش نطيب فيه نحط فيه شويه زيت باش ندهن القعر نتاعو ولا جناب، ولا كان تحبوا تحطوا بابي كويسون على راحتكم. امنا نعرفوا القالب هذايا ما يلصقليش، نحط له تشيشه زيت. والتطيب نتاع الالومنيوم راهو في الكيك احسن تطيب نتاع كيك في الالومنيوم. انا ننصحكم اللي ما عندوش مول الومنيوم ياخو مول، خاطر تو تفيقوا بالتكستور نتاع كعبه الكيك كيفاش تجيكم. هنا باش نقرب لكم بالذمة زاده باش نوريكم اكثر القوام نتاع الخليط نتاع الكيك. هاوكا واضح، شفتوا واضح. ما عندي من نجم نزيد نقول. وكلمتي شهيرة التصويرة تحكي وحدها. هكا هاو هذوكم القشور تاع القارص حبيت نقول لكم فميكا ما تلوحوهمش، حطوهم في الجر نتاع الماعون يقعدوا بالجمعه في الجر نتاع الماعون ويسيبوا لكم ريحه مش نقول لكم، يعطيوكم لمعه في الماعون مصلي على النبي. لهنا كنت سي بون باش نحط الكيكه نتاعي تطيب وبعد نصورها لكم كيفاش خرجت ونقصوها والسلام عليكم. وبعد قلت علاش خلي الكاميرا انا قاعده نطيب عندي بات نتاع بيتزا في الكونجيلاتور عندها يمكن شهر هكاكا، مديتها من العشيه ذابت الوقت هذاك ديجا ليل معناها، وعندي شويه صوص نتاع بيتزا قعدت لي من راس العام. ونعملنا مع بعضنا البيتزا في راس العام، واللي ما تفرجش في فيديو راس العام ودخل جديد للقناة ننصحه باش يرجع لزوز فيديوهات، خاطر مهبطة زوز فيديوهات على أجواء راس العام وتحضيرات راس العام، ننصحكم تتفرجوا فيهم. وبالله يا جماعة اللي تطلع له ببليسيتي في الفيديو فضلا وليس امرا ما تزابيوهاش، معناتها كملوا تفرجوا فيها على خاطر ان شاء الله بقدرة ربي 90% القناة متاعي تفاعلت ان شاء الله يا ربي تكمل على خير بطبيعة بمساعدتكم انتم اللي ما ننساش فضلكم عليا. والله يعطيكم الصحة الناس الكل. هذيك الصوص زدتها شوية طماطم وزدتها شوية كليل وزعتر ونكيتها ماء وزدت عطيتها غلوة على خاطر الصوص اللي عندي شوية وزيد لونها فاتح، فهمت؟ حبيتك نغمقها شوية، لا حطيت هريسة لا شيء على خاطر يعقوبي باش ياكل معانا. هذايا زادة الجبن اللي جابته لي ماما وقت قلت لكم مشيت للرحلة وجابت لي حاجات هكا محلاهم، منهم الرونديلا متاع الجبن هذه حليتها ورابيتها واستعملتها في البيتزا. والله بنينة نوعا ما بنينة. اغزروا لي جبن جريير متاعنا هذاك شو اسمه يا ربي لوندور، جبن جريير لوندور أبن، صدقوني أبن معناتها
مالفة نستعمله هو في البيتزا هذه البلاتو. الحق بتاع ربي أفوح، فهمتوا؟ هذا ماهوش خايب، راهو بنين وكل شيء. أما هاني قلت لكم الفرق متاعنا لون دور أبن. إذا مكتوب عليه آدام، ماركته آدام، باش نبرشو غادي تكستور نتاعو محليها معناها. هاني قلت لكم ماهوش خايب. اما وانا ولفت خاطر نستعمل الرابي الاخر نشريه غرويير نقوله. اما خير بالله فيديو كامل هكايا ملي روحت من الخدمه مشيت جبت ولدي وحطيت الكاميرا وصورت معاكم. ولا نهبط وصفه السلام، حط العظام، حط السكر، حط الفارينه، حط في الفور، تخرج هاو كيف جات وباي باي. لا لا لا، انا نحب الفيديو متاعي منوع متنوش، نحكيو، نعطيكم افكار، نعطيكم دباره، هكا نهروا شويه مع بعضنا باش انتم تلقاو ما تكتبولي في لي كومنتير وانا نجاوبكم. حسيلو كل حاجة هذوكم، فهمت؟ بصراحة الرامن روحي انا كيكا فيديو نشيخ عليه خير من اللي وصفة ومقادير وكهو. انا نحب نوصل لكم وصفة بيان سور خاطر بالحق حاجة اللي باش تجربوها من عندي، وديجا عندي شكون بعث لي وقال لي راني جربت وبعثوا لي حتى تصاور يعطيهم الصحة وتهنيوا معناتها من ناحية المصداقية متاعي بقدرة ربي تهنيوا. اما نحبه ميمتون هكا يبدا فيديو مختلف شوية. بهذيك التون نبتون راو بالرسمي انا بدلته وبعد رجعت له وما عادش مبدلته، والله لا عاد مبدلته خاطر ياسر بنين نظيف القم هكا محلاه. كل مرة نشري نوع بصراحة ما عجبونيش الوي الحق نتاع ربي. لينا يقليت شوية شوفوا الكيك، شوفوا البنة وشوفوا الزين وشوفوا العين. الله غالب حبيت نعمل هذيك السوسة حضرت جبن مبروش، التن حاضر، البات نحل فيها في الطبق وباش نحطها الطيب على روحها جست باش نعملها شوية بالفرشيطة ونحط لها السوس متاعها وندخلها للفور الطيب. قلت لكم عادك الكيك حبيت نعمل لها الجلاساج متاعها بالسكر جلاس والقارص، ما لقيتش عندي سكر جلاس الله غالب. والله ان شاء الله مره جايه نعملها لكم فاست الجلاساج، تعطي منظر محلاه في الكيك وتعطي جو زاده بنين، تعطيك القروصيه هكا محليها فوق الكيك. يا جماعه كل نهار محمد جابو اكاجو اما ماهوش محمر ماهوش طايب، وليت شعمت له رشيت عليه شويه ملح وشويه ماء وحطيته في الفور مدامو يخدم. قلت خليني نبروفيتي هاكا طاب مازال سخون توا يبرد ونوريهولكم ولا يقرمش والا لا هكا نعطيكم فكره. هذه كعبه الكيك توا تبرد شويه نحيها من المول نتاعها ونوريها لكم. شوفوا يا جماعه الكيك ما شاء الله بالذمه لهنايا حطيته هكا معناها راقد باش تشوفوا العلو نتاعو. شوفوا مصلي عني بي ريتوها هايكا كعبه الكيك جات قد الطبق. شوف مزينها ومحلاها ريتوها تنزينوها مع بعضنا. مازلت ما نعرفش باش نزينها معناها من الفوق حتى نشوف عندي سكر جلاس ولا لا نعمل لها هكا واحد جلاساج. نكمل نطيب في البيتزا هذيك اللي شويه واحد اللي طيبناه نسيت اسمه لاكاجو اللي طيبناه هاوكا حطيته في الحكه. وهذه عملت هكايا للسهريه وفطور الصباح. نزلت نطيب في البيتزا، نظفت الغاز، غسلت جبل ماعونه هاوكا كالعاده. وشنو نقول يا ربي نستنى البلاتو بيتزا يخرج نزينه بالجبن والعظام والتن وندخل كعبة البيتزا هذه متاع يعقوبي. وهكا نكمل عشويتي والا سهريتي ولا حسيلو طويلة توا 7 وانا مزت في الكوجينة. هذه البيتزا يا جماعة متاعنا وهذه البيتزا متاع يعقوبي. صحة وبالشفاء للناس الكل، وإن شاء الله عجبكم فيديونا لليوم ونتقابلوا إن شاء الله في فيديو جديد. نحب نقول لكم ما تنسوش تحطوا لي جيم وتحطوا لي كومنتير وتنزلوا على كلمة سابوني باش كل ما نهبط فيديو جديد تجيكم نوتيفيكاسيون. مرحبا بكم الناس الكل.
شوفوا يا جماعة الكيك مصلي على النبي رغم اللي لهنا مازال سخون. راه تعرفوا لي الكيك ماذا بيه يتقص من غدوة، اما انا اغزر خاص قصيتها مازالت سخونة. وشوفوا مصلي على النبي كيفاش شادة روحها وكل منظر اللي فيها وريحتها نودكم ولا نشهيكم، هشوشة وبنينة تعمل 66 كيف. عملت معاها قهيوة وحاسيل وشخت عليها بصراحة، هذه تعملوها حتى تتصحروا بيها هالأيامات روعة. حاسيلوا يا جماعة، نخليكم على خير ونتقابلوا في فيديو جديد بإذن الله إن شاء الله.